السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. خلاص داخل علينا مولد النبي اهو. وداخل علينا كمان فاضل يجي 10 ايام اهو ولا 15 يوم على المدارس. هنبدأ بقى ايه نعمل بدل كل شوية، يعني بننزل مخبوزات عشان المدارس. طب ما برضه لازم برضه العيل ياكل حاجات فيها بروتين. هنعمل النهاردة ايه؟ هنعمل النهاردة فول مدمس. الفول ده طبعا انا غسلاه، نقعته يجي حوالي 6 ساعات، وكل ساعتين كده بغير عليه المية. زي ما احنا شايفين اهو، زي الفل وجميل. هنبدأ بقى نحطه في الحلة بتاعتنا بتاعة الضغط. بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو لازم برضو العيال نعودهم برضو على انهم برضو ياكلوا الحاجات دي. ياكلوا الفول، ياكلوا البيض، لازم كده. هضيف ايه؟ هضيف عليه برضو كوباية من العدس كبيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا سلام بقى لو كان عندك الغلة ديت اللي احنا بنعملها بليلة، بتبقى طعمها روعة. بس للأسف أنا ما لقيتش. سألت اللي أنا بعمله قال لي ده خلصانة. لما بتحطي كمان غلة معاها، كوباية غلة كده معاها، بيديك الطعم. الفول بيطلع زبدة والطعم جميل، جميل جدا. هنحط ايه تاني؟ عندي طماطمايه بشراها، وليمونة مقطعاها صغير ومقطعاها بالقشر، وما بيمررش ولا أي حاجة. اللي بيمرر اللي هو البذر بتاعه. مقطعاها هي صغير، بس هي باينه في الكاميرا كانها كبيره، مقطعاها صغير خالص. وبتدوب في الفول، وبتبقى زي الزبده. بسم الله الرحمن الرحيم. اضيف عليها بقى الميه. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بضيف الميه كلها مره واحده. لو انت عندك بقى الفوالة، طبعا بتحط عليها لما تيجي تضيفي لها بقى الميه بعد ما تتغلي وكده، بتضيف عليها الميه بتكون مغليه. ليه؟ عشان كل شويه انما انا كده انا بقفل على الحله اللي هي الضغط دي. وبعدين بقى لما يخلص خالص هبقى اوريه لكم بقى باذن الله. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. الفول زبده. هوريكم بقى لما احطه في الطبق. شايفين الفوله؟ متستحملش الشوكة. زبدة، زبدة كده. عايزة تعملي بقى بالطماطم، تعملي بالدقة، بالسمنة البلدي، بالزيت الحار. فولة بسم الله ما شاء الله، زبدة. وبألف هنا اللي هياكل. واقول لكم ايه، هترككم في رعاية الله وامن وحفظه، وانتظروني في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.